ويبقى الشراشيب بتاعتها ممكن زي ما انتوا شايفين، ممكن اسيبها زي ما هي كده او ممكن اسرحها. قيس اول حاجه الشابو بتاعي الطول بتاعه، علشان لو انتوا نفس الطول اللي عندكم تقدروا تحددوا عليه. فده حوالي طوله حوالي 25 سنتي، وهو نازل كده على وسع، مش يعني مش مستقيم مش متوازي، فهو شكله زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده. يا رب يكون واضح عشان تصوير المكرمه بيبقى مختلف شويه. انا هجرب معاكم بس يعني بما اني عملته وبعمله، فيعني قلت اشاركه معاكم. وعرضه من فوق حوالي 15 سنتي، قطر الدايره من فوق حوالي 15 سنتي، وقطر الدايره اللي تحت قطر الدايره اللي تحت حوالي 25 سنتي، وقطر الدايره اللي فوق حوالي 15 سنتي، والطول حوالي 25 سنتي برضه. ده كده الابعاد، عشان لو انتوا جايبين نفس الشابوه تقدروا تشتغلوا معايا بنفس الاطوال بالظبط، يعني نفس الاطوال انا هعملها. هشتغل على الاضلع دي الاول، هقفلها واغلفها كلها الاول، وبعدين هبدا اشتغل بقى على الوحدات اللي هي جوه دي اللي بين الاضلع. فانا هشتغل الاضلع بتاعتنا دي 1 2 3 4 5 6 اللي هم الاضلع دي كلها هشتغل عليها، اغلفها عشان اقدر اشتغل براحتي. تمام. فاول حاجه هشوف انا محتاجه ان انا هشتغل هنا العقده اللي هي العقده الحلزونيه. فهشتغل هقص خيط بطول حوالي 280 سنتي. قصيت خيط ده كده بالشكل ده كده، ده طول 280 سنتي اول حاجه. تاني حاجه هبدا بقى ان انا اثبت الخيط على الضلع ده، واثبته بالشكل ده كده. عملت هنا اول حاجه مسكت كده الخيط المزدوج، طبعا ده الخيط مفرود وهو 280 سنتي، هو مفرود. تنيناه كده بالشكل ده، وهنبدا بقى ان احنا ننزل كده، وهندخل هنا نشد من الطرف ده من الناحيه دي لوحدها. اشد الطرف ده، ومن الناحيه دي لوحدها هشد الطرف ده. الحركه دي، وهقوم ماشيه كده وراجعه كده. شديت الخيط، شديته من هنا من جوه، طلعت بيه بره كده، فاصبح المنظر اللي احنا اللي هو الشكل العقده دي الطبيعيه دي كده اتقفلت بالتوازي بالتساوي على الضلع، فبقت شكلها كويس يعني، وبقت من جوه تمام ومن بره تمام الشكل اللي انا عايزاه ده. لان ده المنظر اللي انا نبدا بقى نعمل العقده المزدوجه بتاعتنا. العقده الحلزونيه بتاعتنا عباره عن عقده مربعه بس من جهه واحده، من الجهه اليمين دي بشتغل عليها من الجهه اليمين، ما بشتغلش يمين وشمال زي العقده المربعه العاديه. اول حاجه هعمل كده، هعمل الشكل ده كده كانه مش عارفه دي رقم 4 بالفور بالانجليزي كده الشكل ده كده، ولازم الضلع ده يكون طالع بره. تمام. وهنبدا ندخل من هنا بالهواء اللي بره دي، ونشد الخيط من ورا الضلع الالومنيوم المعدن بتاعنا. فهنشد الخيط ده كده ونسحب ونشد، طبعا نربط كده بالشكل ده. وكده خلصنا اول عقده مربعه معانا. وزي ما قلنا الشغل كله بيبقى من الجهه دي، ما بشتغلش من هنا خالص، بشتغل من الجهه دي بس. هنلفها كل 4 مرات، كل 4 مرات هنلف الشغل علشان يدي معانا الشكل الحلزوني ويبقى متساوي يعني. تمام. فهنا هنعمل برضو 4 كده، نعمل بالشكل ده كده، والضلع ده يكون فوق، وهندخل من هنا من ورا الضلع الالومنيا ونسحب الخيط ده كده بالشكل ده كده. عملنا تاني واحدة، نعمل تالت واحدة كمان نفس الطريقة. هي اول كام مرة بس، وبعد كده هتتدربوا عليها وتبقى سهلة جدا جدا. تالت واحدة، شوف بدأت تاخد الشكل المايل ده، لاننا شغالين من جهة واحدة زي ما قلنا، ما بنلفش رايحين جايين، لا شغالين من جهة واحدة. برضو نكمل. يا رب يكون الشرح واضح، يا رب يا رب يا رب. ده كده الشكل ده كده تمام. الشكل ده هنا هنعمل اخر واحدة 4 برضو كده نفس الطريقة هنا، وهندخل من ورا الضلع ونسحب الخيط اللي هو كان فوق ده اللي من الجهة دي، هنسحبه كده ونشده. تمام. وكده عملنا 4 وحدات، 1 2 3 كده. خلصت ال4 وحدات. هنلف بقى الشغل، نلفه كده بالشكل ده علشان نبدأ زي ما قلنا يدي الشكل المزدوج معانا. وهنكمل بنفس الطريقة كده
نطلع على الضلع. 1 4 كده الشكل. عملت 4 اروح لفه الخيط. شايفين بقى بتبدأ تدي الشكل ده كده، عشان بلف الخيط كل شويه. وزي ما قلنا احنا بنشتغل من جهه واحده بس، من الجهه دي، عشان ما لخبطش نفسي اشتغل مره كده ومره كده والاقي في الاخر الشكل طالع معايا مش متساوي. فانا هشتغل 4 عقد مربعه. اسمها عقده مربعه. 4 عقد. كنت اقول 4 غرز 4 عقد مربعه بنفس الشكل ده. وبعدين بلف كل شويه، بلف اللي بدير الشغل يعني بخلفه، ببدله كل شويه علشان يطلع معايا الشكل حلزوني. نهايه الضلع بنفس الطريقه دي كده، علشان اغلف الضلع الحديد بتاعي. خلصت لنهايه الضلع بالشكل ده كده. خلصت غلفت المنظر ده. هبدا بقى ان انا عايزه اقفل الخيطين دول. فهبدا ان انا اجي كده، اجي من بره كده وادخل بطرف الخيط ده جوه، وانزل كده من جوه برضو. دي اول حلقه، واشد كويس عشان انا بقفل خلاص الجزء ده. برضو هعمل نفس الحكايه كده كده، اعمل كده نفس الشكل. مش عارفه ليه ما حاسس ان في شرح كتير في الموضوع. بعمل عقده كاني بعمل عقده. خلاص كده قفلت الطرف ده. كذلك الطرف ده بقى هعمله من جوه عشان يبقى شكله كده. خلصت اول ضلع معانا. انا هشتغل وحدتين يعني معاكم، هشرح وحدتين وهنبدأ نكررهم على 3 مرات على بقية الشابوه. فانا هشرح وحدتين بس، فعشان اكمل بقى شرح هشرح الوحدة دي والوحدة دي معاكم. هكمل الضلع ده هقفله بنفس الطريقة دي كده، والضلع ده برضو هقفله وارجع لكم بقى عشان نبدأ نشرح الوحدتين بتاعتنا. خلصت الضلوع كلها بالشكل ده، غلفتها كلها مره واحده. وهبدا بقى ان انا اشتغل على الوحدات اللي جوه. شكل هنا الوحدات كده ثابت في 3 وحدات. في منهم الحديده جايه في النص كده، دول هعملهم ساده يعني كلهم ما فيش فيهم اي شغل. وهعمل الوحدات اللي ما فيش فيها حديده في النص، هعمل بقى هنا الشغل. طبعا تقدروا براحتكم تعملوا اي شغل انتوا عايزينه، تقدروا تعملوها كلها فيها شغل، تقدروا تعملوها كلها اصلا من غير شغل تبقى ساده كده. بس انا هختار واحده وواحده يعني بالمجوز. اول حاجه هنشتغل في الوحده اللي فيها الشغل بتاعنا. هنبدا ان احنا هنقص 4 خيطات، 4 خيوط. كل واحده فيها مقاس الخيطه الواحده مقاس 2 متر، وهي مفروده يعني لما نيجي نجوزها يبقى مقاسها متر. تمام. هنا كده هي دي مقاسها 2 متر. هنبدا ان احنا بقى نركبها بالشكل ده. هننزل كده وهنسحب الخيط من هنا كده من جوه، هيطلع معانا اتربطت بالشكل ده. تمام. هنكمل 4 خيطات كلها بنفس الطريقة. الجزء الاولاني هنبدأ بقى اركب الخيطات التانية اللي هم هيبقوا مقاسهم 180 سنتي. يعني قللت شوية عشان ما اهدرش شوية في الخيط، لان دول الشغل فيهم هيبقى اقل. هم 180 سنتي. هعمل 2 هنا و2 هنا. هنبدأ نعمل بقى الغرزة بتاعتنا. اول حاجة هنشتغل عقدة مربعة. هناخد اول 4 خيطات كده بالشكل ده. ال4 دول هناخدهم وهنشتغل الغرزة المربعة كده بالشكل. كنا بنشتغل زي ما كنا بنشتغل على الضلع. هندخل من هنا
من الحلقة دي، وهنسحب الخيط كده زي ما كنا بنشتغل على الضلع بتاعنا، بس احنا هنشتغل بقى هنا رايح جاي. دي عقدة مربعة مش مزدوجة، هنلف الناحية التانية عشان نقفلها، بتبقى كده برضو. ندخل كده، وهنا عملنا اول عقدة مربعة. تمام، هنكرر اللي جنبها برضو، بنعمل كده. الضلع ده بيبقى فوق، وبندخل من الحلقة اللي كوناها دي وبنسحب الضلع اللي فوق ده. بنشد طبعا الخيط اللي في النص يبقى مشدود معانا عشان نقدر نقفل عليه كويس، ميبقاش فيه فراغات ولا يبقى فيه في غرزة فوق ولا حاجة. ونكرر الناحية التانية بنفس الطريقة، بنعملها رايح جاي عشان نقفل العقدة المربعة. بتبقى من قفلتين، قفلة كده وقفلة كده رايح جاي. شايفين كده؟ خلصنا اول عقدتين معانا، هنشتغل العقدة التالتة. كده عملنا 4. اول سطر معانا طلع 4 عقد مربعة. هننزل تحت ونعمل تاني سطر، هيبقى مش هنعمل 4، هننزل بقى، عايزين ننزل على شكل مثلث، فال4 دول هنعملهم 3 بس. فهنستبعد اول خيطين عشان نشتغل فيهم، واخر خيطين هنا عشان نشتغل فيهم، وهنبدأ نشتغل الخيطين من هنا. من اول عقدة عملناها دي هنشتغل منها من تحت اللي نازل منها من تحتها خيطين مع خيطين من العقدة الجديدة، وهنشتغل بيهم عقدة مربعة. عايزين نقول زي ما قلنا السطر ده عايزينه يبقى 3 عقد معانا بس. عملنا اول واحدة اهو، هناخد برضو من دي 2 ومن دي 2 ونعمل عقدة. كده عملت 2، ويفضل لنا اخر حاجه اللي هم 4 خيوط هنشتغلهم برضو عقده. وبكده السطر ده هيبقى معانا اصبح 3 عقد مربعه بس السطر ده. رب يكون الشرح واضح. كده خلصنا السطر التاني، وهو عباره عن 3 عقد مربعه. شايفين كده؟ زي ما قلنا احنا عايزين نشتغل مثلث، فاشتغلنا اول حاجه 3 4، بعد كده 2، بعد كده السطر الثالث هيبقى 2 بس، مش هيبقى 3، هنشغل 2 وبعدين الاخير هيبقى 1 عشان ننزل على شكل مثلث. في الوحده دي هنستبعد هنا اول 4 خيوط مش هنشتغلهم ونرفعهم فوق كده، ومن هنا برضو هنستبعد 4 خيوط مش هنشتغلهم، وهيبقى اللي في النص دول احنا اللي هنشتغل عليهم بقى، اللي هما خيطين من العقدة المربعة الاولى وخيطين من العقدة المربعة التانية. كذلك هنا اصلا احنا عايزين نشتغل 2 بس، هنشتغلهم بنفس الطريقة زي ما اشتغلنا اللي فوق، بس هيبقى هنا السطر ده العدد معانا 2. هنستبعد هنا السطر الاخير بقى الرابع، هنستبعد خيطين من هنا وخيطين من هنا، فاللي هيبقى لنا هيبقى 2
فاحنا كل سطر بنستبعد خيطين وخيطين لحد ما ايه علشان نعمل الشكل المثلث زي ما قلنا. يبقى ده اخر حاجة معانا، عقدة واحدة مربعة في السطر الرابع ده، وكده نكون خلصنا العقد المربعة بتاعتنا. ننزل الخيوط بقى بالشكل ده، شايفين شكلها بقت عاملة ازاي. هنيجي ناخد هنا اول خيطة من دي وهقفل عليها كده ب هقفل عليها بالشكل ده. وهنا برضو الخيطة اللي هنا، اول واحدة من هنا، اول واحدة من هنا، اول خيطة من هنا، ومن خيطة من هنا هقفل عليهم مثلث. طبعا دي خيطة عايزة اقسم الخيوط اللي في النص، فهشتغل هنا على 1 2 3 4 5 6 7. وهنا برضو الخيطة اللي في النص، الخيطة اللي احنا هنشتغل عليها دي 1 2 3 4 5 6 7. مين اللي بيصور كده؟ بس يا يوسف. طب اسكت. يبقى كده قسمنا الجزئين. هشتغل هنا كده على السبعة دول. يوسف يوسف، هعمل الخيطة دي بالتوازي كده. هعمل كل خيطة على مرتين. كده خلصنا الجزء الاول. هشتغل الحتة دي نفس الطريقة بالظبط. شايفين اهو الشكل ده كده نزلت مثلث. هبدأ اعمل مثلث تاني او شكل معين تاني، بس من غير ما اشتغل فيه بقى اي حاجة. فعندي هنا الخطين دول اللي هما في النص دول، هشتغل فيهم كده رايح وجاي، هشتغل عليهم بالخيوط دي رايح وجاي نفس الطريقة بقى، مفيش اي غرز. فانا هشتغل من غير صوت عشان اسرع الفيديو شوية علشان تشوفوا بس الشكل. يعني انا هكمل بنفس الطريقة دي كده، الف كده الخيط اهو، وهبدأ اشتغل كده لحد ما اخلص الخيوط دي، وكده لحد ما اخلص الخيوط دي، وبعدين هنزل تاني اقفل المثلث بس بالشكل ده برضو بحلقتين بخطين كده. ونرجع بقى، احنا قفلنا الاتنين دول على بعض، وبعدين هنرجع بقى ايه زي ما قلنا ننزل كده نفس الطريقة كده اهو. برضه هاتلي ميه لماما. ده كده خلصنا الجزء الاول. هنكرر نفس الطريقة هنا كده. هنا عملت اهو الشكل ده تمام، عملت الناحية دي كمان كده اهو. هنكمل بقى، هنقفل هنا، هناخد يعني دول الطرفين اهو كده عملنا بيهم. هنكمل هنا، وزي ما قلنا احنا بنشتغل على 7 بس من كل جهة، عشان دي التامنة، دي الخيطة التامنة بتاعتنا، ودي الخيطة التامنة بتاعتنا. فهنشتغل هنا على 7 خيوط بس. هندخل لجوه كده، نحاول ان احنا نظبط ايدينا على قد ما نقدر علشان يبقى الشكل مظبوط من الجهتين. انا طبعا مش قادرة اتحكم قوي عشان التصوير انا مش شايفة اصلا. يعني يا رب تكون واضحة، بس هحاول على قد ما اقدر ان ايدي تكون جاية كده بزاوية كده عشان يقفل يبقى
1 2 3 4 5 6 7 كده خلصنا الضلع ده. هنكمل بقى الضلع ده بالشكل ده برضو بنفس الطريقة كده. حاول ان انا اشد الخيوط كده. ايدي مش مظبوطه بصراحه في الضلع ده، ممكن افكه اصلا واعمله تاني، بس انا عايزه بس اوضح هنا خلصت كده اهو. هقفل بقى المعين الاخير ده، عدت الحته دي تاني وهقفل المعين الاخير ده كده، وخلاص كده بقى هبدا اثبت الخيط ده في الحديده هنا في المعدن هنا. هبدا اخد بقى كل خيطه والتانية، مش عارفه مش باينه دي بقى. هبدا اخد كل خيطه والتانية زي ما كنت بثبت العقده دي، ما اضمهم كده وهشتغل جنبها هتبقى الموضوع يعني ايه باين. هاخد كل عقده بالترتيب كده، كل خيطه بالترتيب، وهقفل. هبدا ان انا اسحبها واشدها كده على بعضها، واعملها على مرتين على المعدن كده عشان اتاكد ان هي قفلت بالشكل ده. وابدا بقى اكرر نفس ده كله لحد ما اقفل. اشد الشكل ده كده هنا عشان ما اخدش من وقتكم قوي. هنا دي بقى اللي هي الحته الساده دي، هقص خيط على طول 110 سنتي، خيط عادي بطول 110 سنتي، مش هشتغل فيها اي غرز ولا حاجه. انا هشتغل الخيطه زي ما هي بالظبط. هقفلها كده زي يعني ركبتها بالشكل ده زي ما هي كده، ركبتها كده، وهنزل بقى هقفلها هنا نفس الطريقه دي كده من غير اي حاجه يعني، ولا هروح بقى كده اهو على طول هشدها بقى كلها كده. هعمل برضو 8 خيطات او 9 على حسب بقى حجم الشابو بتاعنا، يعني على حسب الوحده دي لحد ما اقفل الوحده دي كلها اغلفها. هعمل بقى ايه خيوط كده، خيوط لحد ما اظبط الشكل من فوق تكون مظبوطه ومن تحت تكون مظبوطه كده. هقفل الخيوط بالشكل ده كده، يبقى هكمل ربط هنا، وهو نفس الحاجه هربطها هنا لحد ما يبقى الشكل النهائي معانا واضح. ده الشكل النهائي بتاعنا بتاع الاباجوره. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده بعد ما خلصت كل الوحدات. شايفين؟